السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأفاضل الكرام، في هذه النشرة التي تخص الحالة الجوية بالجزائر لكم التوقعات بحول الله بآخر التحديثات النماذج العالمية. يرتقب بإذن الله خلال يوم الثلاثاء الموافق للثالث من جونفي أن تبقى الأجواء مستقرة. بخصوص درجة الحرارة بالسواحل، ستكون فيها أجواء مستقرة ودرجة الحرارة محصورة ما بين 21 درجة إلى 22 درجة بالسواحل الغربية وكذلك الشرقية. أما بخصوص المرتفعات الداخلية، نتوقع بإذن الله أن تعرف درجة الحرارة ما بين 13 درجة إلى 16 درجة. بالأوراس 16 درجة، بالسطيف 13 درجة، وكذلك قسطنطينة وكذلك بالجلفة و12 درجة بالبيض وبالسعادة والنعمة والمشرية. أما بتيارت وغريزيان وعين دفلة ومعسكر وشلف ستسجل فيها 15 درجة. أجواء ستكون شبه باردة إلى معتدلة بالصحراء، حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين 18 درجة تحت الدير بشمال الصحراء بغرداية وكذلك ضواحيها، و16 درجة ببسكرة وورقلة والمنيعة والواد، وكذلك 16 درجة ببشار، و22 درجة بتندوف، 22 بأدرير تيميمون، و24 بعين صالح وبوسطها، و20 بإليزي، 23 درجة بالجنوب عين قزام، و25 درجة ببرج باجي المختار، 18 بجانت، و20 درجة بالهكر والتسيلي. أما بخصوص الفترة الليلية على السواحل، 9 درجات بالسواحل الشرقية، 10 درجات بالسواحل الوسطى، و7 درجات بالسواحل الغربية. أما بخصوص 7 درجات بتجوزو، البويرة، بجاية وجيجل، و9 درجات بتلمسان وضواحيها. أما بخصوص المرتفعات الداخلية، نتوقع بإذن الله أن تعرف الأجواء تكون فيها باردة، وتقدر درجة الحرارة ب1 درجة بالأوراس، 0 درجة بالسطيف وقسطنطينة وميلا، ودرجتين بالجلفة، 4 درجات بالبيض وسعيدة والنعمة والمشرية، ودرجتين بتيارت وتسمسيلت وغليزان ومعسكر وعين الدفلة. أما بخصوص الصحراء، نرتقب بإذن الله 6 درجات بشمال الصحراء، 6 درجات على بشار وضواحيها، و12 درجة بوسطها، و12 درجة بجنوبها. أما بخصوص عقار وتصيدي، ستسجل فيها 7 درجات خلال الفترة الليلية. ومن المرتقب خلال الأيام القادمة أن تبقى الأجواء مستقرة إلى غاية يوم 4 من جونفي، وكذلك يوم 5 من جونفي أن تعرف بعض التساقطات المطرية تكون أحيانا ضعيفة ومتفرقة، خصوصا على السواحل الوسطى والشمالية الغربية بإذن الله. ونسأل الله أن يغيثنا غيثا نافعا عاجلا غير آجل. وإلى هنا تنتهي نشرتنا. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.